السلام عليكم. قبل ما نبدأ خليني أسألك سؤال بسيط. عمرك صحيت من النوم وقلت لنفسك هو أنا ليه بنام أصلا؟ ولو فكرت فيها النوم ده أكتر حاجة بنعملها في حياتنا ومحدش فاهمها للآخر. إحنا بنقضي تلت عمرنا نايمين، ومع ذلك لحد النهاردة مفيش عالم قدر يقولك النوم بيحصل ليه بالظبط. فتعالى كده ندخل جوه دماغك بالليل ننقنق فيها ونشوف ايه اللي بيحصل. قبل ما نبدأ خلينا نعرف الأول، هو الجسم بيعمل ايه وانت نايم؟ طبعا احنا فاكرين النوم راحة، صح؟ بس في الحقيقة لا، غلط. الجسم بيشتغل وقت النوم أكتر من الوقت اللي بتبقى صاحي فيه. عقلك بيفضي الذاكرة، قلبك بيقلل السرعة، جسمك بيصلح نفسه. يعني باختصار لو ما نمتش دماغك تبقى كأن حد رمى جواها 10 جيجا ملفات مؤقتة ومش راضيين يمسحوها. طب تعالى نشوف لو بطلنا نوم بقى ايه اللي هيحصل. اسمع دي، في واحد اسمه راندي قرر ما ينامش، قعد 11 يوم كاملين صاحي من اللذينه. ليه؟ عشان يعمل تجربة. النتيجة الواد آخر يوم كان شايف خيالات وبيتكلم مع ناس ومش فاكر هو قال ايه. يعني حرفيا دماغ الواد اتجننت. العلماء قالوا بعدها لو الإنسان بطل نوم يموت. بس المشكلة مش عارفين يموت ليه، يعني مش فاهمين الغرض الأساسي للنوم أصلا. وأنا بقلب في موضوع النوم ده لقيت نظريات غريبة جدا عن النوم. تعال بقى أقولك النظريات دي ونشوف مين فيهم اللي هيدخل دماغك. أول حاجة نظرية التحديث، بيقولك النوم ده زي ريستارت للجسم. بس لو هي ريستارت ليه بنحلم؟ وليه في مراحل نوم أطول من غيرها؟ تعال نشوف التانية، نظرية النجاة. العلماء زمان قالوا الكائنات كانت بتنام عشان تختفي من المفترسين بالليل. طيب ماشي، وبني آدم بقى؟ احنا أصلا كنا بنتشوي في الغابات، ننام ازاي وسط ده؟ تعال نشوف التالتة، نظرية الصيانة. الجسم بينظف نفسه بالليل، وده أقرب للحقيقة. بس لحد دلوقتي محدش بيديك إجابة كاملة. طب الأحلام، ليه بنشوف حاجات غريبة؟ الأحلام بقى ده فصل تاني خالص. دماغك بتدخل على وضع اسمه REM. في الوضع ده بتبقى صاحي بس جسمك هو اللي نايم، عشان كده بتحلم وما بتتحركش. ده اسمه شلل النوم، اللي هو الكابوس اللي بيخليك عايز تصرخ ومش عارف. بس برضه ليه بنحلم محدش فاهم. في اللي بيقولك الأحلام بترتب الذكريات مع إنها كلها تقرف، وفي اللي بيقول بتفرغ مشاعرك مع إن أنت قلبك ميت من سنين، وفي اللي بيقول ده فيلم بس بري اوردر وفري فبتشوفه وانت نايم. بص، من الاخر كده النوم ده مش رفاهية، ده سبب وجودك. اغلب العلماء النهاردة بيقولوا ان النوم مش اختيار، ده جزء من تصميم جسمك. لو ما نمتش بتقل قدرة التركيز، بتزيد العصبية، ممكن يحصل انهيار وممكن تموت. النوم مش رفاهية، النوم ضرورة. نام الله يبارك لك يا راجل، ده حتى الحيوانات والنباتات والاسماك كل حاجة بتنام. لو الكون فيه قانون فهو الراحة جزء من البناء. فليه بننام؟ الإجابة بسيطة، عشان من غير نوم مش هنبقى بشر. والإجابة الفلسفية، يمكن النوم هو الطريقة اللي الكون بيقول لنا بيها هدوا السرعة وريحوا شوية، مش كل حاجة سباق. والإجابة بقى الواقعية، ولا عالم لحد النهاردة فاهم النوم بالكامل، ودي أحلى حاجة في الدنيا. بس السؤال بقى، أنت ناوي تنام النهاردة بدري ولا هتسهر؟ إحنا إن شاء الله ميعادنا يوم الخميس، حلقة مهمة جدا الساعة 7. أتمنى إنك تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك للحلقة وتسيب لي رأيك في الكومنت. سلام عليكم.